رجاء من الشعب العراقي بأن لا يستخدم الطاقة الكهربائية في التدفئة، سيما ونحن وفرنا المشتقات النفطية اللازمة لتوفير التدفئة، كما أن لا يستخدم الكهرباء في مجال الطبخ. طلع 12% من سكان بغداد، سواء في بغداد طبعا هاي الأقوى، 12% من سكان بغداد ما مطفين الجيزر لحد الآن. ونزلت أسعار النفط. في كل حرب أكو نزول أسعار. سنة 2003 قد كان سعر النفط؟ $11. مو جديدة القضية. في سنة 2008 نزل أيضا السعر بشكل كبير جدا، لكن اليوم احنا هم بعدها مرشح القضايا باتجاه أن ينزل السعر أكثر. شو تسوون؟ إذا اليوم عندنا مشكلة في وزارة الصحة وهي مو قادرة أن تلبي واندفعت باتجاه رفع الدعم، انتظروا البقية بعد ومو راغبين هم بهاي القضايا، لكن الأزمة أزمة جدية. شوية من عندكم عانى، شوية من الحكومة مطلوبة عانى، يمكن أن نجتاز المرحلة. أما كل واحد يشمرها على الآخر أو على طريقة هذا اللي حمل لافتة يسقط الرئيس الحالي ويسقط الرئيس السابق ويسقط الرئيس القادم، بهاي الطريقة نريد نتعامل مع الأزمات عن طريقة احتقار، مو طريقة علاج، طريقة عبث، مو طريقة رغبة بالإصلاح الجاد. على أي حال الأزمات راح تتواصل أخوان، ما أريد أخوف، لكن أريد أتحدث عن واقع يجب أن تأخذوه بشكل جدي. بعض الأخوة من علق التعليقات السابقة قالوا هاي مو مشكلتنا، مشكلة الحكومة. طيب مشكلة الحكومة مشكلة الحكومة صحيح، لكن أنت اللي راح تكتوي بيها. حصل روحك هاي 100,000 اللي تأخذها تقدر تصرف من عندها، والله تقدر تصرف من عندها 30 و40 ألف وتضم 70. يا أخوان النستلة مو ضرورية، كارت التليفون بدل ما تأخذ لك 4 5 أخذ لك 1. قلصوا مصاريفكم لأنه تحتاجوها باكر. ما أقول راح ترجع على طريقة خاشوقة الدهن اللي مريتوا بها في وقت الحصار. مشكلة أجيالنا هم الجيل الجاي ما يعرف كل شيء عن اللي جرى سابقا، ما عاشوا هاي الأزمة، فتحوا عيونهم دفع الملايين موجودة والسوق متحرك بطرق متعددة، لكن اليوم عليهم أن يهضمون اللي جرى في التسعينات، عليهم أن يعرفون شلون الخبز الأسود كان موجود وشلون كانت الناس تخلط الخبز ويا بعض الحشيش اللي موجود حتى يحولوه إلى أكل لأولادهم. كلكم عشتوا هاي الأزمة. على أي حال أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ العراق مما هو فيه، لكن تبقى يراد أن نتعاون على